طب انت كنت شغال في الامارات ومرتاح، ايه اللي يخليك تسيب الامارات تيجي ايطاليا؟ الشغل هناك مش كويس، كل اللي انت بتحصله مثلا 300 دولار او 400 دولار بتوفره بالنسبه لك لما انت تبقى قاعد هناك في الامارات وتوفر 300 او 400 ما لهمش لازمه. لان انا دلوقتي راجل عازب بوفر 300 او 400، لما اجي اتجوز مثلا يا دوبك هياكلهم ويشربهم بس. بدل ما تبهدل نفسك وتيجي تتحبس هنا في ايطاليا ومن غير ورق، لا انت احسن لك انك تقعد في الامارات وهتوفر لك 300. انت هنا في ايطاليا مثلا بتتوفر لك كام يعني؟ على الاقل يعني هتوفر 1000 يورو. انت لو عندك عيله هنا ولا عندك مصاريف مش هتعرف تعمل وفر ال 1000 يورو. والله تشتغل على نفسك، كل واحد بيشتغل على نفسه ويوفر لنفسه. انت شايف من وجهه نظرك ان ايطاليا احسن من الامارات؟ اكيد طبعا. قول لي انت جيت من الامارات لحد ايطاليا ازاي اصلا؟ طلعت فيزا تركيا وطلعت من تركيا على بلغاريا ومن بلغاريا على صوفيا، ومسكت في صوفيا قعدت 13 يوم محبوس، وبعد ما خرجت كملت على صربيا وكملت على البوسنه، ومن البوسنه رحت كرواتيا، وبعد كده رحت سلوفانيا، ومن سلوفانيا دخلت ايطاليا. ايطاليا اللي قدامك دي تستحق البهدله دي يعني؟ اكيد طبعا، لان هو حلم اللي انا اجي ايطاليا من زمان يعني. مبسوط هنا في ايطاليا يعني؟ اكيد طبعا، لان لي ناس قرايبي هنا معايا. شغال ايه هنا؟ في محلات فاكهه تبع ناس قرايب. مرتاح في الشغل ده؟ اكيد. بتعرف توفر كام اخر الشهر؟ انا لسه جاي اصلا ايطاليا يعني، لسه ما اشتغلتش. هو لسه ما وفرتش حاجه؟ لسه لسه ما دخلتش اي حاجه لسه. هتندم على فكره. لا مش هندم، انا الحمد لله مخلص جيشي ومخلص كل حاجه، هو بس هنا الواحد الحمد لله ربنا يكرمنا نعمل ورق وننزل مصر.